السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة بإذن الله هنكمل الجزء التاني لدرس نهر النيل والحضارات القديمة في أفريقيا. معلش أنا اتأخرت عليكم في الجزء ده، ولكن يلا خلينا نبدأ الدرس بتاعنا. الحضارات القديمة في أفريقيا. طبيعي جدا إن القارة الأفريقية معروفة بموقعها المتميز عن باقي القارات اللي موجودة في العالم، والموقع المتميز ده كمان زاد عليه إن هي غنية بالثروات الطبيعية، زي كده المية العذبة والنباتات الطبيعية والثروة الحيوانية والمعادن ومصادر الطاقة. يا ترى كل المصادر دي أو كل الثروات دي ساعدت السكان اللي موجودين في القارة الأفريقية إن هم يستثمروها في إنشاء الحضارات العريقة والقديمة؟ طبعا ساعدتهم، بالفعل استطاع سكان القارة الأفريقية استثمار تلك الثروات الطبيعية في إنشاء حضارات عريقة منذ آلاف السنين، وخاصة كده الحضارات اللي موجودة على نهر النيل. طبعا كل البلاد الموجودة على نهر النيل، نهر النيل بما إنه مياه عذبة وبما إنه كمان بيساعد على الزراعة وعلى استئناس الحيوان، فده ساعد على قيام الحضارات على نهر النيل واستقرار السكان على ضفاف نهر النيل. طيب بالنسبة للحضارات اللي موجودة في قارة أفريقيا هنبدأها كده من الشمال. هنا في الموقع ده دي دولة تونس. فهنا الحضارة اللي اتوجدت منذ أقدم أو آلاف السنين هي حضارة اسمها حضارة قرطاج، موجودة فين؟ في تونس. ولو مشينا شوية كده خلاص هندخل كده على نهر النيل. هنا من البداية فوق هنا عند مصر بلدنا، طبعا اتوجدت الحضارة المصرية القديمة. نزلنا شوية عند السودان موجودة حضارة كوش، ولو نزلنا تحت منها على طول حضارة أكسوم اللي موجودة في دولتين أثيوبيا وإريتريا. فده اسمه موقع الحضارات القديمة اللي موجودة في قارة أفريقيا. هنا حضارة قرطاج، هنا الحضارة المصرية القديمة، هنا حضارة كوش، هنا حضارة أكسوم. لو هنتكلم على كل الحضارات دي اللي موجودة في قارة أفريقيا فهنبدأ بأول حضارة وهي الحضارة المصرية القديمة. طبعا احنا ذكرنا إن الحضارة المصرية القديمة في مناهج كتير أخدناها في السنين اللي فاتت، كلها قامت الحضارة دي على أساس وجود نهر النيل، لأنه أساس وجود نهر النيل ساعد الإنسان المصري القديم إن هو يعرف حرفة الزراعة، بما إن المية والتربة الخصبة متوفرين، فده ساعده إن هو يقيم حرفة الزراعة، ومن بعدها يستأنس الحيوان، يعني يربي الحيوانات، واللي كانت بتساعده طبعا في الزراعة أو في الحقل بتاعه. وكمان أنشأ القرى، من بعد القرى طور نفسه وأنشأ المدن، ومن بعد المدن أنشأ الأقاليم، وبعد كده استطاع إن هو يوحد كل البلاد وكون كمان الأسرات الحاكمة وجعل فيه نظام كده للدولة، ومن هنا نشأت الحضارة المصرية القديمة. فلو رجعنا كده لسبب وجود الحضارة المصرية أو نشأة الحضارة المصرية هنذكر إن هو إيه السبب الوحيد أو السبب الأساسي هو نهر النيل. ما ننساش طبعا إن كان في عوامل تانية وفي أسباب تانية، سواء كانت عوامل طبيعية أو عوامل بشرية ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة. فعوامل قيام الحضارة المصرية القديمة بنقسمها إلى عوامل طبيعية زي نهر النيل والموقع الجغرافي المتميز، وطبعا الثروات المعدنية والمناخ. أما بالنسبة للمواقع البشرية كان موجود في الحضارة المصرية القديمة عدة عوامل ساعدت على قيامها ووجودها، وحتى الآن موجود أثر الحضارة دي. فمن العوامل البشرية دي زي الجيش القوي والوحدة بين المصريين والحكومة المركزية وإكفاح المصري القديم. الحضارة الفرعونية شهدت عدة مراحل من النهضة والتقدم، مش في مجال واحد بس، لأ ده في عدة مجالات، منها التعليم والفنون والعمارة والأدب والآداب وكمان العلوم وإقامة المشروعات الاقتصادية. بالنسبة للمصريين القدماء كانوا حريصين جدا على إن هم يوطئوا علاقاتهم التجارية مع كل الحضارات اللي موجودة بقصاد منهم أو بالمجاورة ليهم، زي كده حضارة كوش وبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. وطبعا معروف إن الحضارة المصرية القديمة بتاعتنا أثرت على باقي الحضارات الأفريقية في كافة المجالات المختلفة. بالنسبة للجزئية دي اللي أخدناها هي سنة أولى، أنا عندي هنا شوية أسئلة. أول سؤال، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. هنا عندي أول نقطة بيطلب منك اهتم المصريين القدماء بالتعليم وإقامة المشروعات الاقتصادية، طبعا إيه صواب. السؤال التاني معايا وهو بما تفسر قيام أو ظهور العديد من الحضارات القديمة في قارة أفريقيا. يا ترى
ليه أو إيه سبب ظهور حضارات كتيرة موجودة في قارة أفريقيا؟ برافو. ده طبعا لأن قارة أفريقيا تتميز بإيه؟ تتميز بالموقع المتميز، زائد إن فيها موجود ثروات طبيعية متعددة من مياه عذبة ونباتات طبيعية وثروات حيوانية ومعادن ومصادر طاقة. وكل ده ساعد مين؟ استطاع أو ساعد سكان القارة الأفريقية في استثمار تلك الثروات الطبيعية في إنشاء حضارات عريقة منذ أقدم السنين، وخاصة على نهر النيل. بخصوص نهر النيل أنا عندي هنا سؤال دليل على صحة كل عبارة مما يلي، بس هي عبارة واحدة اللي هنذكرها هنا. كان لنهر النيل دورا رئيسيا في نشأة الحضارة المصرية القديمة. أنا هنا هذكر الفضل لنهر النيل بيرجع لي إن الإنسان استقر على ضفاف نهر النيل وعرف الزراعة وأنشأ القرى وأنشأ الأقاليم، وبالتالي توحيد البلاد وإنشاء الأسرات الحاكمة، وبالتالي قيام الحضارة المصرية القديمة. فده كان لفضل نهر النيل. فأنا هنا دلل على صحة عبارة كان لنهر النيل دورا رئيسيا في نشأة الحضارة المصرية القديمة. إجابتنا هتكون حيث استقر المصري القديم على ضفاف نهر النيل، وعرف حرفة الزراعة واستئناس الحيوانات وأنشأ القرى ثم المدن ثم الأقاليم، ومن بعد ذلك استطاع توحيد البلاد وتكوين الأسرات الحاكمة. بالنسبة لتاني حضارة من الحضارات الموجودة في قارة أفريقيا وهي حضارة كوش. حضارة كوش يا سنة أولى كان معروف إن الكوشيين دول أقاموا دولة عظيمة جدا. الدولة دي أطلقوا عليها مملكة كوش، وكانوا موجودين في منطقة شمال السودان، يعني حوالين نهر النيل في المنطقة دي. وطبعا في البداية كان كل وجودهم في منطقة كده اسمها نبتة، وبعد كده انتقلوا إلى مروة. بالنسبة للشغلانات أو الأعمال اللي قاموا بيها الكوشيين في الحضارة بتاعتهم أو في دولتهم، هم اشتغلوا بأكتر من حرفة، منها التجارة ومنها الزراعة والتعدين، وكمان هم كانوا بيمتازوا بالبراعة في النحت والرسم والعمارة. بالنسبة للتجارة كانت مهمة جدا بالنسبة للكوشيين، لأن هم كانوا مشهورين بتجارة العاج والبخور والحديد والذهب. ومش بس كده، دي كانت بتعتبر مملكة كوش مركز تجاري، وعلشان كده أقاموا علاقات تجارية مع كل المناطق اللي حوالين منهم، زي كده مصر الموجودة في الشمال بالنسبة لمملكة كوش، وكمان مملكة أكسوم اللي موجودة في شرق طبعا مملكة كوش. ما ننساش الأعمال اللي قاموا بيها الكوشيين هي التجارة والزراعة والتعدين، وكمان كانوا بيمتازوا بالبراعة في الرسم والنحت والعمارة. في نقطة تانية حابين نتكلم فيها عن الحضارة الكوشية أو حضارة الكوشيين يا سنة أولى، وهي إيه؟ إن المؤرخين لما درسوا الحضارة الكوشية أو حضارة كوش اللي موجودة طبعا في شمال السودان، لاحظوا من الآثار بتاعتهم إن هم كانوا متأثرين بالحضارة المصرية، وكان في أكتر من دليل يدل على التأثر ده، زي مثلا كده نحت التماثيل وبناء المعابد والأهرامات، زي كده أهرامات مروة، واللي أعلنتها طبعا اليونسكو إن هي هتكون مكان أو مزار سياحي أو للتراث العالمي سنة 2011. بالنسبة كمان إن هم كانوا متأثرين بالحضارة المصرية الفرعونية، إن هم عبدوا بعض المعبودات المصرية القديمة اللي بالفعل المصريين كانوا بيعبدوها، هم كمان عبدوها، زي كده الإله راع والإله أمون والإلهة أوزاريس والآلهة إيزيس، وكل الآلهة دي طبعا هي فرعونية والكوشيين عبدوها مع المصريين. بالجانب كمان كانوا بيعبدوا بعض المعبودات الخاصة بيهم. كل دي بنسميها مظاهر تأثر الكوشيين بالحضارة المصرية القديمة.